ينزع ميكائيل وكينيث المجموعة الأولى من الإطارات. حتى هذه الإطارات البالية قابلة لإعادة التدوير. في الحقيقة 50% من الإطارات التي تسير على الطرق السويدية هي إطارات مجددة من شركة كافيانور في غربي السويد. يصل حوالي 500 إطار قديم إلى هنا يوميا. ومدير المصنع تورا إكبلاد يعرف كيف يجعلها كالجديدة مرة أخرى. يبدأ الأمر كله بصقل جيد. ما نفعله هنا هو نزع أجزاء الإطار عبر آلة خاصة ندعوها آلة الصقل. أسطوانتان فولاذيتان مملوءتان ب8 صفوف من الأسنان المنشارية تهبطان على الإطار بينما تدور الآلة 50 مرة في الثانية. خلال دقائق تزيل آلة الصقل نصف السنتيمتر العلوي من الإطار. بعد ذلك يفحص عامل الإطار ليتأكد من أنه بحالة جيدة. يجب أن يصلح الإطارات ذات اللب التالف أو التي تحوي مواد دخيلة كالمسامير. هذا تلف كبير، وبناء على مدى عمقه واحتمال وجود صدأ هنا سنجعله خردة. الإطارات التي تخضع للصقل تنتقل إلى المرحلة التالية وهي طاولة التبطين. هنا تضع إحدى الآلات طبقة رقيقة من مركب ذي أساس مطاطي على سطح الإطار. المادة التي تدعى علكة التبطين تسهل التصاق السطح الجديد بالإطار القديم. بعد ذلك تمد الآلة السطح الجديد على الإطار ويشبك عامل الطرفين معا، ثم يقوم فريق مكون من 2 بتحضير الإطارات لتوضع في الفرن عبر تغليفها بالمطاط. الغلاف هو الغلاف المطاطي الذي غطيته هنا، وفي الداخل هناك غلاف داخلي أيضا لكي نشكل الضغط اللازم لعملية التقسية. حين نسمع تقسية يبدو الأمر وكأنه يحدث على المركبة الفضائية، ولكنه تفاعل كيميائي يحدث في الفرن. هنا تبقى الإطارات ل4 ساعات تقريبا في حرارة تقارب 120 درجة مئوية. تشفط خراطيم الهواء من كل غلاف إطار لكي توجد فراغا عالي الضغط. يجعل مزيج الحرارة والضغط جزيئات المطاط تنصهر وتصبح أقوى. إنها جاهزة للطبخ. أجل، إنها ذات العملية الكيميائية التي يستخدمها المصنعون لصنع كل شيء من أقراص الهوكي إلى الخراطيم. بعد ساعات تصبح الإطارات ذات الأسطح الجديدة جاهزة للفحص الأخير. أبحث عن الأضرار لأرى إن كان الإطار على ما يرام. إنها جاهزة للعمل الآن. يعتقد كثير من الناس أن الإطارات التي تم تجديد سطحها زهيدة، ولكنها بجودة الجديدة. هذا نبأ سار بالنسبة للمستهلكين والبيئة. يعاد حوالي 400 إطار إلى الاستخدام هنا يوميا، وهذا ينقذ نحو 100,000 إطار من الرمي في النفايات سنويا.